كل سنة وانتم طيبين. ده برضو كنت انا ما بجيب حاجة رمضان، كان في الاشكال اللي انتم شايفينها دي جميلة جدا. ممكن تعلقيها على الحيط، تعلقيها كده في خيط مثلا جنب بعضيها، تلزقيها على التلاجة. كانت اشكال حلوة قوي. كان الواحدة ب10 جنيه. بصراحة كان فيها اشكال حلوة قوي، كل اشكال رمضان. انا اشتريت الشكل ده، البنوتة دي ماسكة هلال كده وعليها كلمة رمضان كريم. في بقى بوجي وطمطم وشخصيات فنانيس يعني كل الاشكال بتاعت رمضان، مسحراتي كانت اشكال بصراحة حلوة قوي. انا جبت الشكل ده. نخش بقى على يلا بقى الفيديو المجمع، اكل كده مجمع وحاجات كنت بعملها شغل اونلاين وحاجات عاملاها للبيت. ده بقى الزيتون، ده زيتون عزيزي. انا كنت عاملاه في شهر 10. طالع ما شاء الله. شوفوا بقى، قعد من شهر 10 قعد بقيت 10 و11 و12 و1 و2 و3. يعني انا فاتحه عليه قبل رمضان بكام يوم. الزيتونه بقى مقرمشه، مش هقول لكم طرى ولا حاجه، مطراش بجد، كان مقرمش وجميل ما شاء الله. عندي على القناه اللي عايز فتره الزيتون التخليل الفتره الطويله يشوف الفيديو. وبرضو كنت عامله معاه زيتون اللي هو الكلاماتا، وفي نوع كده شبه الكلاماتا بيقولوا عليه دولسي، هو نوع من انواع الكلاماتا برضو، وعملته بنفس الطريقه واستحمل وكل حاجه. طالع جميل ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي هيجربه. كان حلو قوي 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 ما شاء الله، ما فتحت عليه بجد. وزي ما قلت لكم، اهم حاجه بصراحه انه بيبقى مقرمش، ما بتبقاش الزيتونه طريه ولا حاجه. ده كله ليه؟ عشان احنا عاملينه بحاله، احنا ما فتحناهوش ولا دقناه ولا شقناه ولا اي حاجه، زي ما هي الزيتونه بحالها. تعالوا بقى نروح على طريقه رصي في الشغل بتاعي ما باجي اعمل اطباق السمبوسه. عايزه اوريكم طريقه الرص دي كده بالشكل ده، عشان ما تاخدش مكان وفي نفس الوقت الطبق يبقى شكله جميل. وبالشكل ده كان طبق نص كيلو بعمله بالشكل ده. اعذروني يا جماعه بس ان انا تعبانه شويه. اتفرجوا معايا، شوفوا شكل رص الطبق. بيطلع بقى شكله جميل مترتب ازاي. والله بيبقى فيه فيديوهات كتير انا عاملاها في الشغل بتاعي بس بصراحة ما بلحقش اصورها لاني بيبقى في ايدي شغل، وطبعا اللي بيصوروا كمان عارفين ان التصوير له ترتيب تاني خالص، فببقى انا مشغولة وكمان وبصور، فببقى مفيش وقت عندي لان في حاجات كتير والله مش بصورها. ده السجق معانا كنت عاملاه معاكم على القناة برضو من غير هنك، وكان موفر برضو، عاملينه بطريقة حلوة، موفرين كتير في تمنه. شايفين شكله قد ايه جميل. عفوا. جميل قوي. برضو الممبار عاملاه معاكم جميل برضو. الممبار قد ايه بقى، هو ايه بقى شغله متعب لكن بتحط بالتكل في ثواني زي المحشي بالظبط. جميل ما شاء الله برضو. جربوا بألف هنا وشفا. الفيديو بقى حلقات كده، حلقات مجمعة من أكل كده أنا عاملاه، حاجات عاملاها في الشغل وحاجات كنت عاملاها للبيت. حمام الكداب برضو يا جماعة بقول لكم طعمه وريحته بيبقى خيال. الرز كمان بتاعه أنا بسقيه بشوربة الحمام الكداب، بيبقى الرز أطعم من الحمام كمان.
الرز بتاعه بصراحة بيعجبني قوي. عاملة برضو دي صواني جلاش بعملها حادقة ومسكرة، بس لسه ما صورتش معاكم منها حاجة على القناة، ان شاء الله اصورها قريب. بيطلع حلو قوي قوي. بعمله زي الفطير كده يعني، انتوا شايفين شكله ما شاء الله. زي ما قلت لكم والله في حاجات كتير جدا بعملها بس ما بلحقش اصورها للاسف. عامله معاكم برضو كفته داوود باشا، برضو كانت طالعه حلوه قوي قوي. عفوا. كان الصوص بتاعها تقيل وكانت متماسكه وحلوه جدا. برضو عندكم على القناه. الف هنا وشفا. ده برضو رز خلطه انا كنت عاملاه شغل. بجيبه بعمله بالكبد والقوانص، بحطه على وشه زبيب ومكسرات، بيطلع هايل. بجيب اللوز بحطه في شويه ميه سخنه وبشيل القشره، بفتح الواحده 2 بحمرها، بديله تشويحه مع الزبيب في معلقه سمنه بلدي، بحطه على الوش. شايفين شكله ما شاء الله جميل قوي. ان شاء الله اعمله قريب معاكم على القناه. المحشي وجماله بقى، محشي كرومب. جميل ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا. يعني هي اكلات اهي مجمعه. يلا احنا جوعنا بقى بجد. احنا جوعنا من شكل الاكلات اكيد. بشاميل، يا جمال البشاميل. ممكن تعملي بقى انتي، انا اقولك على فطار رمضان في يوم ممكن تعملي بشاميل جنبها، ممكن تعملي حمام كداب ورز خلطة. حتى لو عندك عزومة ممكن تعملي كده. ممكن كطبق من الأطباق تعملي كفتة داوود باشا مع المكرونة الاسباجيتي البيضة اللي عملناها دي، أو تعملي معاها رز بسمتي. ده طبعا الحمام الناس كتير بتعمله في عزومات رمضان. عندكم برضو على القناة أنا عاملاه معاكم، طالع جميل ما فرقعش معانا ولا حاجة، ومستوي وزي الفل. ما شاء الله كان حلو قوي بصراحة. الحمام برضو بيطلع جميل ما شاء الله. كان محشي ورق عنب، كشري مصري، مكرونة بيتزا، كفتة، عاملة كفتة مشوية، كفتة تركي. قلت لكم في حاجات كتير انا مصورتهاش. دي تورته كنت عاملاها في عيد ميلاد جوزي، وده انا كنت عاملاها معاكم على القناه. كنافه عش البلبل. اتفرجوا بقى على بقيه الصور، واتمنى الاكلات اللي شفتوها في الفيديو المجمع ده تكون عجبتكم. يلا اختاروا منها حاجه واعملوا منيو لافطار رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.